ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهارده هيبقى عبارة عن روتيني اليومي قبل ما بخرج من البيت. تمام، بس قبل ما تكملوا الفيديو انزلوا اعملوا اشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكوا كل جديد. ولينك قناة بنت عمتي هتلاقوها تحت في الديسكريبشن، خشوا اعملوا لها سبسكرايب هي كمان عشان هي بتنزل فيديوهات جامدة الفترة ديتي. لو عايزين تشوفوها هتلاقي تحت في اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. واعملوا انا كمان سبسكرايب. ويلا بينا بقى نبتدي الفيديو بتاعنا يا صحابي. تمام، زي ما قلت لكم فيديو النهارده هيبقى عباره عن روتيني اليومي قبل ما بخرج البيت. تمام يا صحابي، اول حاجه معانا قبل ما بخرج من البيت اكيد لازم ادخل اخد شاور. ف دي حاجه اساسيه يعني وكده. فلازم يبقى مجهز الهدوم اللي انا هلبسها وانا خارجه وكده يعني يا صحابي. فانا جهزت الهدوم بتاعتي دلوقتي. تمام كده، فاللي هو بعد كده ايه، مثلا بجهز البادي، الحاجه اللي هلبسها. بس اهم حاجه اجهز الهدوم اللي انا هلبسها عشان خاطر ادخل اخد شاور كده حلو قبل ما اخرج، لان ما اعرفش اخرج من غير ما اخد شاور. تمام. آم، الحاجه التانية واللي بعد كده يا اصحابي، اللي هي اكيد طبعا انتوا عارفين ان احنا في كورونا وفي فيروس في البلد ولازم يبقى معانا الكحول. فدايما ببقى واخده معايا الكحول. تمام، هو قرب يخلص بس هو حلو يعني ماشي معانا كويس، ممكن يكفي في الخروجه ديتي. تمام. وكمان برضو كان يبقى معانا كمامة، ممكن ان انا اكون شايلة كمامة جديدة واخدة كمامة احتياطي، هتأخر مثلا برا واخدة كمامة احتياطي كمان تانية. فاللي هو ايه، اللي هو دور الوقاية او الوعي من كورونا وكده يعني يا صحابي، زي ما انتم شايفين. تمام، دلوقتي هننتقل لحاجة بعد كده، ان انا مثلا بلبس الكوتشي وانا خارجة. ما تاخدوش بالكم من المنظر بتاع الكوتشي ده لان هو مش نظيف. انا كنت قلت هصور الفيديو وبعدين ابقى اروح امسحه، فاللي هو ايه، حبيت اقول لكم يعني ان هلبس الكوتشي وكده، تاخدوا بالكم من شكله خالص. تمام يا صحابي، دلوقتي بقى هننتقل للحاجة اللي هي بعد كده. تمام كده. أم، الحاجة اللي بعد كده واللي انا بعملها على طول دلوقتي بقى عشان خاطر انا محجبة، فمثلا هجيب الطرحة والبسها وكده يعني يا صحابي. تمام، الخطوة اللي بعد كده بقى الشنطة اللي هروح فيها المشوار، اول شنطة اللي انا هلبسها وانا رايحة المشوار يا صحابي. تمام، ممكن ما البسش شنطة. ممكن اخد معايا بوك كده، ده كان شكل الشنطة بتاعتي وكده. بحبها جدا من خاطر الخرز اللي فيها ده بالذات. هو صراحة يعني انا بحب الشنطة دي جدا. ممكن على فكرة تتشال اللي هو على الكتف من فوق كده. ممكن اللي هي تتمسك من الايد، خلي بالكوا يعني. تمام، بعد كده هي عبارة عن جهتين، في فاصل بينهم كده في النص، اللي هي بتبقى ورقة محطوطة كده فاصل بينهم في النص. تمام، دي ممكن اخدها بقى احط فيها مثلا الكحول بتاعي، الكمامة بتاعتي الزيادة، مثلا هاخد فيها فلوس، مثلا حاجة تانية هاخدها معايا احطها فيها. طبعا كنت معايا عشان خاطر اقفلها. تمام يا صحابي، فانا كنت حابه اوريكم الشنطه دي، صراحه انا بحبها جدا. وهي برضو كانت جايه لي هديه وحبيتها صراحه يعني، اكتر شنطه عندي بحبها. تمام يا صحابي، وبس كده، ده كان فيديو النهارده. فلو عجبكم فيديو النهارده يا ريت دلوقتي انزلوا اعملوا اشتراك للقناه وفعلوا زر الجرس. عاوزين نوصل لألف سبسكرايب بقى يا صحابي، بجد نفسي اوصل لألف سبسكرايب. نفسي صراحة يعني ده يكون ده حلم ليا، فانزلوا اعملوا اشتراك عشان خاطر اوصل للحلم ده، وتساعدوني اوصل لحلمي، اوصل ل1000 سبسكرايب. وفعلوا زر الجرس واعملوا كل الاشعارات عشان خاطر كل ما انزل فيديو يجيلكوا اشعار ان انا نزلت فيديو. بحبكم خالص يا اصحابي. ولينك قناه بنت عمتي هيبقى تحت في الديسكريبشن، خشوا اعملوا لها هي كمان سبسكرايب وشجعوا عشان تعملوا لكم فيديوهات. بحبكم خالص يا اصحابي، ان شاء الله اشوفكم الفيديو القادم باذن الله. وباي يا اصحابي.